بلها واشرب ميتها. السلام عليكم الأول في حلقة جديدة من بيتك بإيدك. والعنوان اللي فات ده هتسمعه كتير أو ما كنتش سمعته كتير في حياتك في الناس اللي اتعاملت بالعقارات. ده ببساطة اللي هيتقال لك لما تقدم أوراق ملهاش أي قيمة قانونية للقاضي وتحاول تثبت بيها حقك في أرض أو عقار، حتى لو كان معاك الحق. على فكرة في النهاية القاضي بيحكم بالورق اللي قدامه خلاص، فمش هينفعك ساعتها بقى أي شرح أو تبرير، لأن للأسف أو هي ميزة وعيب لو وقعت فيه، القانون لا يحمي المغفلين. علشان كده كان لازم نكون واعيين وفاهمين كل الإجراءات والأوراق القانونية المرتبطة بالعقار اللي هنشتريه، وعارفين إزاي نتأكد من صحتها، علشان ما نسمحش لأي تاجر أو سمسار أو غيرهم يلبسنا العمة ويستغفلنا ويضحك علينا، وما نرميش بقى شقة عمرنا على الأرض ونرجع بعد كده نغني ظلموه. الورق ده انا بقى يعني ماليش فيه، انا بيكتب لي هو يعني بناء على الجار اللي جنبه، صاحب البيت اللي جنبه، بتاكد حضرتك هو ده صاحب العماره، بيقول لي مثلا ده صاحب البيت، بيقول لي وبناء عليه انا بس هو كل اللي بيبقى بيني وبينه عقد الايجار اللي بيكتبه لي. اكيد لازم استفسر طبعا في جهات مختصه، زي ايه مثلا؟ شهر عقاري، حاجات زي دي. يبقى معاه اسهل حاجه، بيبقى الواحد بيبقى معاه محامي. ليك العقد اللي انت هتكتبه محدد بكام سنه. المفروض ان انا مثلا بودي العقد دوت لمحامي او صورته، وبخليه بيكشف عليه مثلا في المحكمه. تمام. لان المفروض اي عقد لو هو مسجل بيبقى واخد صحه توقيع ونفاذ. الجانب القانوني بيمثل 70% من شراء أي عقار. علشان كده هنتكلم النهاردة عن أكتر من نقطة في الجانب القانوني، فمعلش الحلقة هتكون دسمة وتقيلة حبتين، بس بأكد لكم إن كل كلمة فيها مهمة جدا جدا لأي حد بيتعامل في العقارات أو حتى هيتعامل بعدين. أول نقطة هنتكلم فيها النهاردة هي الوضع القانوني للأرض، وبما إنها الأساس في أي عقار فالأراضي في القانون المصري لها أكتر من نوع. بينا نبدأ بقى على الأرض الزراعية، ودي من وجهة نظر المفروض نزود رقعتها على قد ما نقدر صحيا واقتصاديا وبيئيا، وده على عكس اللي حاصل طبعا للأسف، وكله نتاج سوء تخطيط وعدم سرعة طرح أراضي جديدة في أماكن صالحة تستوعب صالحة للسكن، تستوعب كم الطلب الهائل اللي عندنا في مصر. وفي عقوبة بينص عليها في القانون المصري خاصة بالبناء على الأرض الزراعية، وهي السجن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200,000 جنيه، عقوبة المتعدي. نروح بقى للنوع الثاني، أراضي داخل كوردون المدينة، ودي بتنقسم معانا لقسمين: أراضي خاضعة للتنظيم، ودي الأراضي اللي المخطط التفصيلي ليها تم اعتماده من الجهة المختصة في الحكومة وتقسمت وتحددت شوارعها بمعرفتها، ودي اللي تقدر تقدم على رخصة لأرضك فيها. ونروح للقسم الثاني بقى، أراضي غير خاضعة للتنظيم، والأراضي دي هي الأراضي اللي دخلت كوردون المدينة بس لسه ما اتخططتش ولا اتقسمت عن طريق الحكومة، ودخولها كوردون مدينة ده كان بيكون مرحلة قبل التخطيط، ولكن لو اتبنى عليها بدون ما يصدر مخطط تفصيلي ليها صعب طبعا يتم اعتماده من الحكومة خلاص، وبيبقى البناء عليها بدون ترخيص، لكن عقوبته مش زي البناء على الأرض الزراعية. العقوبة بتكون الحبس من 24 ساعة ل5 سنين، وغرامة لا تقل عن مثل قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز 3 أمثال قيمة الأعمال. أما النوع الثالث، أراضي هيئة المجتمعات العمرانية، ودي الأراضي اللي داخل المدن الجديدة اللي خاضعة للهيئة، ودي حاليا تعتبر أكتر أنواع الأراضي أمانا وأحسنها من ناحية التقسيم. النوع الرابع، أراضي أملاك الدولة، ودي تقدروا تقولوا كده كل الأراضي ما عدا الخاضعة لحاجة من اللي احنا قلنا عليهم فوق، والقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية. وخلينا نأكد إن نوع الأرض لازم يكون في سند الملكية، فمهم علشان مفيش حاجة اسمها الناس بانية بقى جنب الأراضي فتكون كوردون مدينة وهي أصلا زراعة. فركز كده وصحصح واعرف نوع الأرض اللي بتشتريها أو بتشتري عقار عليها إيه، علشان ما تلبسش بعد الشر طبعا.
وصلتنا على صفحة الفيسبوك أسئلة كتيرة حوالين الجانب القانوني للعقار، هنحاول نختار أهمها سريعا ونجاوب عليه. أحمد عادل بيقول إزاي في عقوبة للبناء على الأرض الزراعية وفي عندنا كل المباني دي على أراضي زراعية ومحدش بيتعاقب؟ حقك تسأل سؤال زي ده وتستغرب زي ما احنا مستغربين، ولكن في حلقة إن شاء الله قدام اسمها الكحول، والكحول ده هو المشكلة الكبيرة اللي للأسف معظم موظفين الدولة والمحليات عارفينها قبل ما الملاك بيعملوها. الكحول ده هو اللي بيشيل الليلة، هو البني آدم الوهمي اللي بيشيل الموضوع، علشان كده اللي نفذ العقوبة ما بيتعاقبش، وموظف الحي للأسف أو بعضهم اللي بيساعد المالك اللي عمل ده للأسف بياخد رشوة. عندنا 3 4 10 جرائم في الموضوع ده. المهم ان في النهاية ايه؟ ان في عقوبة، في عقوبة، وفي حكم من قاضي، في حكم من قاضي، ولكن هيتنفذ على مين؟ ده ان شاء الله ليه حلقة قدام، ولكن كله بسبب مخالفات وحاجات موروثة من زمان بقى في المحليات، من بداية بقى من اللي عمل ده واقدم انه يبني على الارض الزراعية، للموظف اللي ارتشى للأسف وساب الارض الزراعية يتبني عليها، او لدخول واحد شخص واستعانى بيه اللي اسمه الكحول، اللي ليه حلقة لوحده ان شاء الله هنعرفها بعدين. حسن محمد بيقول ممكن توضح لنا الفرق بين الرهن والاختصاص والامتياز والإيجار؟ طيب الموضوع ده كبير شوية وفي شق قانوني كبير، ولكن أنا هقول لكم بس ببساطة كده، لأنه ليه حلقات تانية إن شاء الله كبيرة. الرهن ده إن أنا برهن العقار عند بنك مثلا لحد ما أسدد ملكيته. الامتياز ده نفس الفكرة، بخلي المالك هو البنك مثلا أو الجهة دي لحد ما أسدد الالتزام كله اللي عليا، ولما يجي يتباع لصالح البنك. الإيجار هو تأجير أو التنازل من المالك عن حاجة معينة، أو اسمه ده إشغال العين، ركن الإشغال العين إن هو يشغلها، أو حق الانتفاع بيها، بيتنازل عن حق الانتفاع بيها مقابل قيمة مادية للمستأجر، لكن ما بيتنازلش كده عن المالك، وبيكون مؤقت في العادة. وهنا القانون حاليا بيحدد أقصى مدة إيجار هي ال9 سنوات، يعني عشان كده بنلاقي 3 7 5 9 كلها يعني مدة اتفاقية، وتبقى الأجرة شهرية، حتى لو كانت بتدفع سنوية بس هي في الغالب بتبقى شهرية، ويبقى ليه مقدم وتأمين. وإن شاء الله الإيجار ليه حلقة بالكامل، وإن شاء الله يبقى حلول لفكرة الإيجارات الدايمة القديمة وقانون الإيجار الجديد. نكتفي بالأسئلة دي لحد هنا، وعلشان وقت حلقتنا للأسف، ولو عندكم أي سؤال ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك، وإن شاء الله بإذن الله هنرد عليكم. أهم ورق قانوني في شراء أي عقار هو ورق الملكية. طب يعني إيه ملكية أصلا؟ الملكية يعني إن شخص معين أو مجموعة أشخاص هم بس اللي ليهم سلطة على عقار معين أيا كان نوعه بقى، بأنهم يتصرفوا فيه ويحملوه أي أعباء مالية أو قانونية، بيع، شراء، رهن، امتياز، إيجار إلى آخره. طيب ده بيترتب عليه إن اللي بيتعمل له توكيل بالبيع ولو كان للنفس أو للغير، زي ما معظم العمليات البيع والشراء حاليا في الأراضي وخصوصا اللي في المدن الجديدة، ده مش معناه انه بقى مالك، لا، ده معناه انه له حق يتصرف بصفته وكيل عن المالك، وبالتالي بيفضل المالك مالك والوكيل وكيل، وبناء عليه المالك يقدر يعمل لأكتر من اي حد 100 توكيل ان شاء الله. علشان كده لازم يكتب جنب التوكيل لازم يكون عقد بيع، وده بس اللي بينقل الملكية، مع اختلاف طبعا قوته من حيث كونه عرفي او مسجل او غيره، وده ليه حلقة كبيرة ان شاء الله. معنى كده ان في عندنا اكتر من شكل لعقود الملكية. واحد، عندنا في عقد عرفي، وده العقد اللي ما اتخذش عليه اي اجراء او دعوة، ويعتبر حجة طبعا قانونية ما بين الشخصين، بس الا لو جحدوه بالتزوير او اي حد من الاطراف جحدوا بالتزوير. في عقد بقى متاخد عليه حكم صحة توقيع،
ودي دعوة بيرفعها أي طرف من الطرفين على التاني علشان يثبت إن التوقيع اللي على العقد ده توقيعه قدام القاضي. ودي حجة برضه ما بين الشخصين بس، ولكن ما يقدرش بعد ما أقر قدام قاضي بتوقيعه إنه يقدر يجحده مثلا بالتزوير. وبالمناسبة مش بتنقل ملكية ولا ليها أي علاقة بيها. وفي عقد متاخد عليه بقى حكم صحة ونفاذ، وفي عقد مسجل في الشهر العقاري. طيب يجي حد يقول لي هي ايصالات الميه والكهرباء من اوراق الملكيه؟ اصل انا اللي عرض عليا الشقه دي وراني اسمه في قلب ايصال الكهرباء والميه والغاز كمان. طيب يا سيدي احب ابشرك ان الكلام ده بلح والله يا جماعه، دي اكتر اشتغاله عدت علينا في شغلنا. تعالوا ندي مثال واضح كده عشان تفهموه وبعدين نوضح كل كلامنا. لو حبيت ترخص محل تجاري هو بيقول لك فين عقد الملكيه؟ لا طبعا، هو عقد ايجار ومعمول عليه اثبات تاريخ حتى مش توثيق، وبتطلع الرخصه وبتاخد جوابات موجهه للكهرباء والميه والتليفونات، وبيطلع العداد باسم حضرتك. هل الكلام ده خلاك مالك؟ خالص. نفس الكلام في الشقه. نفس الكلام في الشقه يا جماعه، اي مستاجر يقدر يركب عداد كهرباء وميه وتليفون باسمه عادي جدا، وطبعا ينفع بعقد ملكيتك اكيد. يا جماعه ارجوكم الملكيه تتراجع عن طريق محامي ثقه، وبلاش احنا ناخد الدور ده بما انه مش شغلنا. وصدقوني استعانتك بمحامي مشهود له بالثقه بعد استعانتك بالله هتوفر عليك وقوفك قدام القاضي الساعه 9 الصبح حتى لو كنت صاحب حق. خلينا نتكلم برضو في حلقتنا الخاصة عن الجانب القانوني للعقار عن بند مهم جدا من البنود اللي بتتنسي في عقود كتيرة من العقود اللي بتتكتب من غير محامي، عقود النت يعني. يقر الطرف الأول البائع بأن العين محل التعاقد، شقة بقى، محل، عمارة، فيلا، خالية من أي حقوق عينية أو مالية. البند ده يا جماعة مهم جدا، خصوصا أن الحقوق دي ممكن يكون الطرف الأول مفرط فيها بدون علم المشتري أصلا، وده مش هيلغي صفته كمالك على فكرة للشقة أو الأرض، ولكن هيمنع المشتري انه يقدر يستغلها ويكرهها في اليوم اللي فكر يشتري فيها. زي ايه بقى؟ الحقوق العينيه دي زي الرهن اللي اتكلمنا عليه، الاختصاص، الامتياز، الايجار، كلها حقوق لو كان المالك مفرط فيها او البائع كان مفرط فيها فالمشتري مش هيقدر يستغل الشقه، وكل اللي يقدر يعمله ان يرجع على البائع وحلني بقى دعوه مدني ونفس طويل. وللعلم الحقوق دي ما لو اتفرط او لو متفرط فيها مش بيظهر في سند الملكيه بتاع البائع. الحقوق المالية بقى، يعني الشقة عليها فلوس، عليها أقساط مش مكتوبة في سند الملكية، البند ده مش هيمنع أو يلغي الحقوق دي من عليها، ولكن هيخلي ليك الحق في إن لو في حاجة من دول تعرف ترجع على البايع بعدين. علشان كده أنا بقول دايما الشقة زي النسب بالظبط، لازم تسأل على أصلها وفصلها وأصل البايع وفصله، مش بس الورق. لسه في كلام كتير ما خلصش عن الجوانب القانونية للعقارات، بس خلونا اختصارا نأكد على أهمية الاستعانة بمحامي ثقة مختص علشان ما نلبسش في الحيطة ونرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان.